نتابع إن شاء الله. فهي بعد عندنا سؤالين بس بسيطين. السؤال الأول هو: ما هو قانون كفاءة إنتاج الطاقة للجهاز أو كفاءة الإنتاج؟ تمام، يعني الجهاز، عندي جهاز أنا، شو عرفني إنه هذا الجهاز كفاءته جيدة أو ضعيفة أو لا؟ طبعا سهلة جدا. عندي طاقة بياخدها، مثلا أنا عندي مثلا موتور غسالي أنا حطيته بالكهرباء، فعم ياخد طاقة داخله، تمام، نحطها بالمقام على الطاقة الناتجة. الطاقة الناتجة اللي بيعطيني إياها الجهاز على الطاقة الداخلي، هاي بنسميها كفاءة إنتاج الجهاز. طاقة الناتجة على الطاقة الداخلي، واضح؟ أما ترشيد استهلاك الطاقة، يعني هاي كفاءة الإنتاج للطاقة هي اللي بتقدر، يعني كل ما اقترب هذا الإنتاج من الواحد دليل إنه الجهاز ممتاز. عرفت شلون؟ ما عم يضيع الطاقة. أحيانا بنحط إيدنا على الموتور بعد ما يشتغل شوي بنلاقي حمي، يعني صار عليه حرارة، وهي الحرارة دليل على أن الطاقة عم تضيع على شكل حرارة، وهذا من مساوئ الجهاز. لازم الجهاز ما يعطي حرارة كتير، لأنه الحرارة هذا دليل على ضياع الطاقة. فكل ما كانت كفاءة إنتاج الطاقة أو كفاءة الطاقة للجهاز قريبة من الواحد، يعني قد بعضهم، الطاقة اللي عم ياخدها تساوي تماما الطاقة اللي عم ينتجها، هذا دليل على أنه جهاز كفاءته 100%، وبالتالي هو من الأجهزة الممتازة، ولا يمكن أن نشاهد جهاز كفاءته 100% تماما. تمام، هذا القصد. طيب، عندنا ترشيد استهلاك الطاقة، والمقصود يعني أنا أحيانا بشوفوا هدر في الطاقة بشكل كبير جدا جدا جدا. هذا الهدر ربما سيضيع الطاقة للأجيال القادمة. يعني الهدر في الطاقة مثل النفط والغاز والأشياء اللي بتخلص، إذا ما ضبطنا عملية استهلاك لهذه الطاقة، طبعا الأجيال القادمة رح تنحرم من هذه الطاقة. هذا المقصود ترشيد استهلاك الطاقة، وهي خفض ضياع الطاقة بهدف ضمان مستوى من الراحة في المستقبل. يعني الإجبال، يعني يجب أن نشعر بذلك للمستقبل. سموا هذا الموضوع بترشيد استهلاك الطاقة. عندنا كمان من الطاقات أنواع الطاقات من حيث استهلاكها. عندنا الطاقة المتجددة. شو معنات متجددة؟ يعني بترجع تتجدد كل شوي، مثل الطاقة الشمسية. طاقة الشمسية كل ما طلعت الشمس هي طاقة متجددة. طاقة الرياح طاقة متجددة. طاقة المياه هي طاقة متجددة. تمام. طاقة تحتاج إلى فترة زمنية قصيرة، تمام، لإنتاجها، لإعادة إنتاجها. قلت لكم طاقة الطبيعة، الطاقة الشمسية، الطاقة أو طاقة الرياح متجددة. طاقة كل شيء في رياح. طاقة المياه أيضا متجددة، هذه طاقات متجددة. النوع الثاني هي الطاقة غير المتجددة. شو معنى؟ يعني تحتاج إلى ملايين السنين لإنتاجها. مثل إيش؟ النفط، الغاز، الفحم الحجري. طبعا هذه الطاقات التي تستخدمها الآن في تسيير السيارات وتحريك، هذه الطاقة غير متجددة أصلا، بالأصل لها ملايين السنين، وبضغوط ودرجات حرارة معينة تم دفن الكائنات الحية مثل الحيوانات والنباتات تحت الأرض، وبعد ذلك طبق عليها ضغط عالي جدا، ومع الحرارة فتحولت إلى نفط وغاز. تمام. فهذه تحتاج إلى طاقة عالية جدا. فلذلك إجا موضوع ترشيد استهلاك الطاقة، لأن طاقة النفط والغاز والفحم إذا استهلكت تذهب ولا تعود.
تمام. وكثير من الدول العالم يقولوا أنه النفط الآن على شفا الانتهاء، يعني النفط ما له تعويض، النفط ما له تعويض. في عندنا ملاحظات أخيرا. بعض الأجهزة تحويل الطاقة بيجي بالامتحان. تحويل الطاقة عندي مثلا إذا أخذنا المحرك يحول الطاقة من كهربائية لأنه بحطه بالكهرباء إلى حركية، صح؟ يعني المحرك أنا بحطه بالكهرباء يعطيني حركي. المولد عكس مولدة الكهرباء مثلا من حركية إلى كهربائية. تمام. المكواد من كهربائية بحطه بالكهرباء يعطيني إلى حرارية. تمام. عندنا الخلايا الشمسية تحول من ضوئية إلى كهربائية. تمام. المروحة من كهربائية إلى حركية. تمام. شوف عندنا بطاريات السيارة من كيميائية لأنه تفاعلات كيميائية إلى كهربائية. تمام. هذه المصباح من كهربائية بعطيه كهرباء إلى ضوئية. تمام. هذه هي بالنسبة لهذا الأمر.